اللي شغال مع ابوه هنا هيحس احساسي. يعني ايه هيحس؟ لا على بجد. فكره الفيديو ده هينزل والله اللي ماشي. منزله والله هتنزله والله بجد والله. يا مؤمن، هي الجلابيه من بعصات الجمعه هي اللي بتخليكوا بس شيوخ. هي الجلابيه اللي يا رب يا ساتر. السلام عليكم. ازيك يا عم؟ والله منورني، وانت والله. بقالي كتير ما شفتكش يا عم. ادي الظروف بقى. سلم على الرجاله. ازيك يا اخواتي عاملين ايه؟ ايه بالسرعه دي؟ سلم مات بذمه. عاملين ايه يا رجاله؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى عاملين تحدي الاسئله. طبعا محضرين كل حاجه على التليفون وفي اسئله في دماغنا. طبعا الاسئله في دماغنا دي فضايح. قبل اي حاجه وصلك الفيديو يا عظمه انزل مسح الله بلايك واشترك في القناه عشان يوصلك الجديد اول باول وفعل زر الجرس. وشوف بقى لو في تحديات في دماغكم اكتبوا لنا في الكومنتات وانا بنعملها الايام الجايه. يلا نبدا. يلا نبدا. انت جاهز اصلا؟ جاهز. والله شكلك مش جاهز. وانت الحقيقة. يلا بينا. هتبدا انت ولا ابدا انا؟ كبير الاول. الكبير الاول؟ يا جدع ما تهزرش. انت الاول. انا اللي ابدا بقى. يلا بينا. ايه اغرب حاجه اكلتها في حياتك؟ اغرب حاجه اكلتها في حياتي. انت كده كده بتعك وبترمرم اصلا بس ماشي. لا بجد كانت اللهم صل على النبي. عليه الصلاه والسلام. كانت صينيه بطاطس بالسمك. السمك؟ وما اكلتهاش تاني الصراحه. هتاكلها تاني ليه بقى؟ حبست معاها بلبن؟ لا. وبعدين ثانيه، انت لابس النضاره انا مش لابس. انت مش احسن مني في حاجه. البس يا يا باشا. باشا اهو. بس في فرق، انا حلوة. لابسها، انا لابسها نظر، انت لابسها ايه؟ لابسها عياء. ماشي. ماشي يا عم. السؤال الثاني، وكل واحد ليه 3 اسئله. ايه اكتر نصيحه بتعمل بيها وبتؤمن بيها وبتطبقها في حياتك؟ تثقش في حد. هي دي النصيحه ولا فضيحه؟ اصلا تفرق. لا بجد يعني عيش ما شئت فانك من وحبي من شئت فانك مفارق. يا مؤمن، هي الجلابيه من بعصات الجمعه هي اللي بتخليكوا بس شيوخ. هي الجلابيه اللي السؤال الثالث، لو تقدر ترجع بالزمن وتغيره هتاخد قرار واحد يكون ايه؟ بجد امال بهزار؟ مش هشتغل مع ابويا تاني بجد. بيت اخوك مفتوح. وانصح اي اخ ليا ما اشتغلش مع والده. بيت اخوك مفتوح. تشتغل بدون مقابل. انا شغل ماليش مفتوح. دعوة. انا غير مسؤول، والله غير مسؤول. ابات عندك النهارده. وانا لو انت بنت في البيت اصلا. دورك بقى يا معلم. ايه هو الفيلم او المسلسل اللي شفته اكتر من مره مش هتزهق منه؟ فيلم او مسلسل او الاثنين، يعني انت قول الاثنين. فيلم قول فيلم وقول مسلسل. ماشي. فيلم اجنبي اللي هو سو بتاع جيكسو. السلاسل كلها انا متفرج عليها كذا مره لدرجه ان انا حافظهم. بيقطع امتى وبيسلخ اللحم امتى يا نهار عالمي عالمي، قصته حلوه. مسلسل بقى شكور. الحفره. انا بعشقه. انا لسه ما خلصتوش، انا في الجزء الثالث الحلقه 11 لحد دلوقتي. انا مش عايز اخلصه والله. ايه اللي بعده؟ هو انت بتجيبهم من قعر الحله؟ ما تخلص يا جدع. ايه الشيء اللي الناس كلها حباه بس مبالغه فيه وبالنسبه لك عادي؟ حاجه الناس كلها حباها بس مبالغه فيها، انت بالنسبه لك عادي، شايف المبالغه دي مالهاش لازمه. معايا كام ثانيه؟ معاك 5 ثواني. يا جدع كتير، اسال بره بحبحها شويه. ما تقفلهاش علينا كده، احنا لسه في بدايه الموسم. الناس ايه؟ الناس حباها بس مبالغه فيها، مبالغه في حبها. مبالغه. وانت بالنسبه لك عادي. الناس مبالغه في حبها في الحياه عموما. في الحياه عموما. الصحيان بدري. الصحيان بدري. يعني ابوك وابوي بيعشقوا الصحيان بدري. الساعه 7 الصبح كنت صاحي. يعني معلش انا عايز حكمه الصحيان بدري وانا ما عنديش حاجه. انا فاضي اصحى بدري ليه؟ يقول لك نشاط. انا على الاول نشاط انا ابو الصحيان. بس انت قلت كده سؤالين. والله شكله بيحاور وقال التاني. انا عارفه. ايه اكتر حاجه بتخليك متفائل للحياه؟ متفائل للحياه او عندك يعني طموح ان انت تعيش بكره؟ لما ما متش النهارده. لا بجد يعني ايه مخليك مكمل؟ رضا بابا وام عليا بس خلاص. بس ختمها. دور انا. لو فزت بمليون 3 مليون جنيه، بلاش مليون يا عم عشان الزمن ده ما ينفعش في مليون. 3 مليون جنيه، ايه اول 3 حاجات هتعملها؟ اول 3 حاجات؟ ايه؟ انا مستني اشوف.
يعني شركه، اي شركه صغيره ماشي نشوف. واتجوز. بالنسبه يعني انت قلت الثلاث حاجات وانا مش فيهم. لا، ما انت معايا يعني يعني الشركه دي ما مش هديرها لوحدي. انا هبقى المدير. ماشي. طبعا انا المدير. انت الاداره. ايه اسوأ كابوس مرعب صحيت منه؟ ايه اسوأ كابوس صحاني انت منه؟ كنت قايله لي قبل كده. آه. والله لا تقوله. والله. لا يعني كنت حسيت ان انا كنت متجوز أيوة. ونايم والدنيا يا تمام، سلام. وجيت احضنها فجاه لقيت نفسي حاضن المخده. شعور مش عايز اقول لك يعني يا ابني عارف انا الشعور ده. شعور اسود من جبار. شعور الجاسوس. اصعب موقف حصل في حياتك وعلمك الدرس؟ ده بقى انا حافظه صح. تحبش من قلبك. الحب ناداني. الحب ناداني. جابني وداني جابني وداني. دورك. بجد ما انصحش اي حد يحب بلده، حب بعقلك الاول. والله لا ده ولا ده. اسمع يالا، بتحب خش ارفص الباب في رجلك، قعد ابوها هنا وامها هنا، بس اكسب امها عشان هي الجوازه كلها. الجوازه كلها عند امك. الجوازه كلها عند امها. قول له يا عمي 1 2 3 هاخدها على طالما حد متجوزها غيري. الراجل هيحترمك ويقول لك يا ابني انا موافق. ومش هتشوفها بعد كده لا البيت ولا ابوك ولا تشوف ابوك اصلا. انا بيحضر اسئله. لو هتغير شخصيتك بشخص صاحبك لمده يوم واحد هيكون مين؟ صاحبي. صاحبي. صح. هو كده لو بشوف الفيديو هو عرف هو مين. هو الحركه دي على طول. تمام. محمد علي طبعا. ده الراجل ده قدوه اقسم بالله. هو صاحبنا برضه بس اكبر مننا، اكبر مننا بسنتين ثلاثه بس. نضاجه، فهم، عقل، غيبان عقل، هبل، جنان، كل الصفات الحلوه فيه. احنا ده اللي بنعتمد عليه في حياتنا اصلا بعد ربنا. فطبعا لازم امسي عليه. انا عارف ان هو كده مش هيشوف الفيديو غير لما لو الفيديو اشتهر هيشوفه غصب عنه، بس احسبها معاك بعدين. وانا بمسي على اخويا محمد علي لانه صديق كان اخويا. صباح الفل. ايه اسوأ قرار خدته في حياتك؟ اسوأ قرار خدته في حياتي؟ او قرار خدته وندمت عليه؟ يا حبيبي ده كل القرارات خدتها وندمت عليها، مفيش قرار حلو خدته في حياتي. بس بصراحه اسوأ قرار خدته، اسوأ قرار، ما هو من كتر ان هم سيئين انا مش فاكر انا فيهم. بس اسوأ قرار خدته ان انا اصرف فلوسي واخرج واسهر واعمل كل ده، ان انا ضيعت شقايا كله يعني. ايه الشيء الوحيد اللي انت بتخاف منه او عندك فوبيا منه؟ تعبين. طب الناس كلها بتخاف من التعبان. حاجه مرتفعات مثلا، مين اللي الميه. انت جاحد اساسا بتاكل التعبان. انت ما اتكلمش عن انا نفسك. انسان طبيعي بخاف منه. يا عم تمام تعبين. والله لو شفته في فيلم ما بعرفش اخش الحمام يومها. والله ما ليه بعرف. يا ابني؟ بخاف منهم يا عم. بخاف منه. الفيران مش قد كده. دورك. وكده طبعا نكون وصلنا لختام نهايه حلقتنا النهارده. هنعملها سلسله حلقات قعده صحاب. انت ايه رايك في الاسم؟ قعدة صحاب حلو. ده هو كده كده حلو عشان اللي مختاره بس الايام الجايه هيكون مده الفيديو اطول عشان احنا ما كناش مرتبينها، فهي جت بسرعه المره دي. ده والله اساسا قبل ما حضرنا السيت اب خدنا وقت كبير. وهو لابس ورايح الشغل وانا كذلك. كذلك فاهم. عندي شغل في البيت، مش قلت لك شغال مع ابويا؟ انا يا ابني بجد اللي شغال مع ابويا هنا هيحس احساسي. يعني ايه احساسك؟ لا على بجد. فكره الفيديو ده هينزل والله اللي منزله. والله هتنزله والله بجد والله اللي مش شغال. هنزله هنا وهتكتب وهنزله. ماليش فيه يحصل لك حاجه. امين والله يا عم انا مسؤول، بس بجد اللي شغال مع والده هنا هيفهم اللي انا بتكلم فيه. والله العظيم يا باشا انت شغال مدى حياتك بدون مقابل. ما هو انت فهمني دي. انا اصلا كنت شغال، ما انا عارف انتوا في بيت واحد، انا شغال فين المقابل؟ اقول لك ايه البيت. وفي حاجه ايوه فكره ان هو يوصل البيت بالشغل دي اسوأ. اللي يعني انت اللي يحصل في الشغل ما تتكلمش في البيت، واللي يحصل في البيت ما تتكلمش معاه في الشغل. لا هو عامل البيت والشغل مكان واحد. ده غلط، مشتركين. ما ينفعش. فهو ده بيعمل ضغط نفسي عليك. ما ينفعش تبقى البني ادم ده هو مديري في الشغل وهو والدي. طب انا هتعامل معاك اساس ان هو والدي ولا هو مديري؟ لازم ترازمن توازن الكفه. صح. وفي ختام نهايه حلقتنا النهارده ما تنساش اللايك، الشير والاشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلنا جديد اول باول. والايام الجايه بقى نجيبه قطه. نجيبه هنجيب المستشار حسن. هنعمله
لا حلو. ناخد رايكم في الكومنتات، ايه رايكم في الفكره دي؟ ورشحوا لنا افكار جديده.